انا امي غلطت في مراتي اكتر من 20 مرة من يوم ما اتجوزنا، واحنا بقالنا سنتين. واخر مرة من اسبوعين شتمتها باهلها، وشتمت بنتي اللي لسه 7 شهور. فاول مرة مراته ترد عليها وقالت لها: اهو انت واهلك. وهي ده اللي مراتي قالته لامي. ومن يومها الحرب قايمة في البيت من امي واخواتي، ومصممين ان انا اطلقها امبارح قبل النهارده. ومسكت مراتي ضربتها علقة قدامهم علشان يسكتوا ويبطلوا يطالبوني ان اطلقها بعد ما شتمت امي. ومفيش فايدة، ولازم تطلقها يا الا ما تبقاش راجل، وملكش حق في اي حاجة في البيت. ومقاطعيني ودعا عليا انا وهي وبنتي ليل ونهار. قلت لمراتي تبوس على دماغها ورجليها كمان لو عايزة، علشان نعرف نعيش في سلام. ومش موافقة، وضربتها تاني لما رفضت ومشت على بيت اهلها. وانا قاعد عند صاحبي بقالي كذا يوم. المشكلة دلوقتي ان مراتي بكلمها واقول لها ان انا هطلقك شهرين، وقبل العدة ما تخلص هرجعك، بس تكتبي تنازل عن القايمة والمؤخر ونوثقهم في الشهر العقاري، لان مش ضامن اهلها ممكن يعملوا ايه. وانا بحلف لها ان الموضوع هيبقى سوري، واول ما نرجع لبعض هقطع الورق. راحت حكت لباباها، فابوها كلمني وقال لي انا موافق على الموضوع، بس عايزة تديلها مؤخرها وقيمتها كاملين. بيقولي لو هترجعها او مش هترجعها يبقى كده حق وصل لبنتي، ولما يبقى في رجوع بعد كده يبقى في كلام تاني، لان انا مش مقتنع بكلامك ولا مصدق. وبيقولي اللي انا بلف وادور علشان بنته تتنازل، وان انا اسمع كلام امي علشان هي عاوزه تجوزني واحده على مزاجها. وكمان اخد عفش بنته اتجوز عليه. وانا عايزه احل المشكله واهديها، والامور مش لاقي لها حل. واحنا عندنا مفيش حاجة اسمها اعيش بعيد عن بيت اهلي، وبصراحة مش عارف اعمل ايه بعيد عن بيت اهلي. وبصراحة انا زهقت وطهقت لان مراتي مش واقفة معايا نحل مشاكلنا بينا، وكل حاجة بتروح تقولها لاهلها. ومش عارف اقنعها ازاي اللي هي تمشي الكلام اللي انا قلته لها، وإذا الموضوع هيخلص في شهر وهرجعها تاني، لان ما اقدرش اعيش بعيد عنها وعن بنتي. ومش عارف اقنعها ازاي بعيد عن اهلها. هو انت مقتنع انت اصلا بكلامك؟ يعني يعني انت واحد مش راجل. يعني اللي اعرفه ان الراجل يحافظ على بيته وعلى مراته وعلى كرامتها، لان كرامتها من كرامتك. يعني مامتك قعدت هنا اكتر من 20 مرة انت قلت، وبقالكوا سنتين بس متجوزين. امال لما يبقوا 5 سنين هتعمل ايه؟ وكمان انت مش قادر تحل مشاكلك فبتحلها في الضرب، وبتستقوى نفسك على الست الضعيفة اللي هي مراتك. انت لو راجل كويس وصالح كنت ازاي توقف الدنيا ويبقى في احترام، اهلك يحترموا مراتك ومراتك تحترم اهلك. ده انت كده لو راجل صح. بس انت واحد ما بتجيش الا على مراتك تضربها مرة واتنين، وعاوزها كمان تروح تبوس دماغ امك ورجليها. وهي امك لما رحتش اتكلمت معاها كراجل وقلت لها: انت لما بتهين مراتي يبقى انت ما بتحبنيش ولا بتحترميني، ومفروض تحترميني علشان مراتي تحترمني. ولما تتكلم مع مراتك تقول لها مثلا: معلش يا ست كبيرة، والست مراتك اكيد يعني استحملت في السنتين دول كتير اهانات كانت من امك ولا من اخواتك. وغير كده كمان انت عاوز تطلقها علشان تراضي امك، بدل ما تقف في صف مراتك وتقول لها: لا ما ينفعش يا ماما، ده بيتي وبنته ما ينفعش يتخرب، ولازم تحترموا بعض تعيشوا مع بعض في ود واحترام. يا الا هاخد بعض واروح اجر بره او اعيش بره. يعني ايه التصرفات اللي انت بتعملها؟ وهو ابوها عنده حق. انت بطريقتك دي انت شخص واحد بتلاوع وعاوز تأمن نفسك، علشان فعلا انت واحد هتتجوز. هو باباها ما كذبش، انت شخصيتك دي شخص ضعيف قليل الحيلة، ما انتش عارف تعمل حاجة، واصلا ما كانش ليك اللي انت واحد تتجوز. لان الواحد اللي بيتجوز ده بيبقى قد مسؤولية، مسؤولية بيت، مسؤولية مراته، مسؤولية عياله. امال لما عيالك مع عيالك بعد كده هيتهانوا، امك واخواتك هيهنوهم في الرايحة والجاية وهيشغلوهم عندهم، وانت اصلا مش هتعرف تتكلم وهتقول لهم: معلش يا حبايبي استحملوا، دي نينتكم وعمتكم. هيهنوهم: معلش يا حبيبي استحملوا. هو ده اللي انت هتعمله. وولادك هيكرهوك، لان انت اصلا محافظتلهمش على كرامتهم.
وبتهيألي مراتك لو اتطلقت والله ما ترجع لك، لان انت واحد ما تستاهلش، لان عمرك ما هتعرف تحافظ عليها ولا تعمل لها كرامتها، لان اصلا اهلك مستهيين بيك، مش عاملين لك اي قيمه. لا، خلي باباها فعلا على مبدأه، وانت بقى اعمل اللي تعمله، وانت اللي المفروض توقف الدنيا وتحل الدنيا صح، وتخلي الامور تمشي صح. في حاجة اسمها كرامة مراتي واحترامها، وفي حاجة كرامة اهلي واحترامهم. انت اللي المفروض الوحيد اللي تعرف تخلي العيشة كويسة، مش مراتك. ما تجيش على واحدة ضعيفة وتقول لها معلش استحملي، ومعلش انا هضربك قدامهم، ومعلش روحي بصي دماغهم علشان الامور تمشي. لا، انت اللي تمشي امورك، انت كراجل ومسؤول. لا، انت اللي تمشي حياتك ودنيتك، لان انت اصلا شخص ضعيف. وهي والله تبقى غلطانه لو رجعت لك تاني، لغايه ما ترد لها كرامتها، ويبقى في حاجه اسمها احترام.